في عز التلج ده محدش هان عليه انه يقعد في البيت وما ينزلش شغله، وبمنتهى الرضا بيحوش عن نفسه ويديلك. لو يقعد قدام مني طالب واحد عنده عقل حاسبها وشايف وعارف باباه بيتعب ازاي ده انا حصل لي موقف النهارده وانا جاي في ست تالت بعد اذنك هنيجي معاك، منزل راجل مجبس دراع، الراجل ده صياد كان بيصطاد في الشتاء في عز التلج وفي الشتاء نزل الميه في قلب التلج في الفجر، ما قالش النهارده مثلا اجازه عشان الجو برد وخلاص، ما عندوش كده، الرفاهيه دي مش موجوده في حياته زي ابوك 6 7 5 يشوف شغله صح؟ عادي ده بيحصل عنا وده، ولا بيقعد النهارده يقول لك لا ماليش مزاج النهارده اصل الجو برد، في كده؟ مفيش الكلام ده. الراجل ركب خلص اصطاد راجع الدنيا متزحلقه وقع من على الموتوسيكل دراعه اتكسر، ما معاش فلوس، فمراته بتكلمه وانا راكب قدامهم هم راكبين ورا بتقول له احنا عاوزين نجيب مذكره المدرس طالبها من البيت. الكلمه دي انا سمعتها انا مدرس بقى فبصيت بس ما فيش فلوس ومش عارف ايه. قال لها لا موجوده. بتقول له خلي الفلوس نجيب العلاج. قال لا هو ده العلاج، خلي العيال تتعلم، هو ده العلاج، ده علاجي. شوف الكلمه، انت مقدر انت في حد بيحبك لدرجه ايه؟ اب وام بيحبك لدرجه ما عندوش رفاهيه القعده في البيت، ولا يجيب لنفسه طقم ولا يجيب لنفسه قميص ولا يجيب لنفسه بنطلون ولا يشغل باله بنفسه، شغل باله بيك. شقيان وتعبان وطالع مسافر بره وبيجي لك كل فتره وفتره متبهدل ومتمرمط، بالع وراضي وبمنتهى الرضا منع علاجه واداهولك، قال لك خد ها اتعلم. عاوزك تعرف بقى انت نفسك هيتمر فيك اخر السنه ولا مش هيتمر. في الاخر هنقول تمر فيه التعليم ويحضنك حضن كده من الفرحه لما تفرحه وتعمل لنفسك حاجه.